النهارده تجديد حبس ثلاثي الزمالك على ذمة القضية اللي هي ضرب الفرد الأمن. أنا عايز أقول لك على حاجة، هي قلة أدب منك وكل حاجة وحشة. يعني أنت المفروض إن أنت الناس مستضيفينك في مكانهم، فالمفروض إن أنت تبقى مؤدب أكتر من كده. حاجة تانية إن أنت بتضرب فرد الأمن ليه؟ أكيد هو كان بيعمل شغله، عمر ما حد ما هيجي يرزل عليك سواء فرد الأمن. بأمانة أنا شفت الفيديو كان محترم جدا وكان بيكلمه باحترام جدا. ليه انت تقل ادبك وشايف نفسك فوق القانون وفوق الناس وفوق الدنيا كلها؟ يعني مش عارف إيه اللي يخليك تعمل كده. ايه اللي انت وصلت له او المرحله الكبيره اللي انت وصلت لها تخليك ان انت تدوس على الناس ايا كان انت مين يعني. للاسف لعيبه الكوره في مصر يا جماعه وصل مرحله تخوف، والله العظيم بجد. وصل مرحله ان انت لازم تشد عليهم ولازم يتحط عليهم، ولازم كل لعيب يعرف ان هو بني ادم. في الاول وفي الاخر انت ما عملتش انجاز، في الاول وفي الاخر انت مش شيخ جامع، مش شيخ ازهر. انت بتلهينا زي ما احنا ما بنقوله، او بتفرجنا كوره، او ان انت بتتفرج عليك بفلوسنا. اوعى تنسى نفسك، واوعى تنسى ان انت بني ادم، لان كلنا بني ادمين. ويمكن اللي انت مثلا ضربته في حادثه واللي انت مثلا مديت ايدك عليه ده افضل منك عند ربنا واحسن منك اكيد مليون مره. ارجعوا لربنا يا جماعه، لعيبه الكوره محتاجين يرجعوا لربنا والله العظيم، لان خلاص وصل لمرحله ان احنا بقينا ابتدينا نكرههم، ابتدينا نبص لهم بمنظور عدائي شويه. فعايز اقول لك ان شاء الله ثلاثي الزمالك هياخدوا جزائهم، حتى لو الاهلاويه يا جماعه واللي حصل معاهم مع الشيبي كان في ارض الملعب، لعيبه ما بين بعض عادي بتشدوا في وش بعض عادي. لكن ما شفناش لاعب مثلا من الاهلي ضرب واحد بتاع امنه وكده. منتهى قله الادب ومنتهى يعني عدم الانضباط. و يعني الزمالك مش عايز يعتذر، ودي كارثه يا جماعه. ازاي نادي زي نادي الزمالك بيتكلم ان هو صفوة المجتمع، ازاي ما يعتذروش وليه؟ والموضوع كان هيخلص لو أبو واحد السيد كان اعتذر للراجل، الموضوع كان هيخلص. هو ليه مكبرين نفسهم قوي كده؟ يعني الموضوع مش مستاهل والله العظيم، والموضوع كان في كلمتين هينتهي وخلاص. ولكن آه، لعيبة نادي الزمالك للأسف ربنا يهديهم، والله العظيم بجد للأسف لعيبة الزمالك وإداري الزمالك ربنا يهديهم. بياخدوا البطولة من هنا ما بيشوفوش حد قدامهم، ودي كارثة كبيرة.